بر پای قوم کرد زمان، ناشکی و دانه تو به زمان، ناشکی و دانه تو به زمان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جندن جند به تاجبی آلا کردن، جند به تاجبی آلا کردن. هم خوردن رنگ کورو شورشی، سردکن کنادیان مدارشان، سردکن کنادیان مدارشان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جندن جند به تاجبی آلا کردن، جند به تاجبی آلا کردن. هم خوردن مریا و کی مصرفین، دیمان و قادیمان هر اجتماع، دیمان و قادیمان کرد و کردستان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جندن جند به تاجبی آلا کردن، جند به تاجبی آلا کردن. لاوی کرد را گوی سرفی و شیران، بابروی نشیدکن تاجی جهان، بابروی نشیدکن تاجی جهان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جندن جند به تاجبی آلا کردن، جند به تاجبی آلا کردن. خوردنون که حاضر و آمادنه، جان فدانه جان فدا هر جان فدا، جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم سنكون معكم مع ضيفنا، ضيف قناة بيف تي في، مع الأستاذ أنور البني المحامي. باسمي وباسم الاتحاد العام للصحفيين والكتاب نرحب بكم ونرحب بضيفنا العزيز الأستاذ المحامي أنور البني. ضيفنا هذا اليوم محامي سوري معروف من قبل السوريين جميعا، ومن لم يسمع بهذا الاسم عندما يتم ذكر المناضلين الذين عرفتهم السجون السورية، فإن عائلة البني تأتي من بين مقدمة هؤلاء، بالإضافة إلى أن أنور البني له حصة كبيرة في النضال من أجل حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا. كما عرف عنه أنه صديق لعدد من الشخصيات الكردية المعارضة، ولم يتوقف نشاطه بعد أن انتقل إلى أوروبا، فهو مستمر وقد نال عدة جوائز، منها جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من الجوائز. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنور، يسعدنا اليوم أن نكون معك على قناتنا قناة بيف تي في. نرحب بك ونرحب بجميع المشاهدين الكرام. يسعد مساكي، شكرا لك، شكرا على الاستضافة. أنا عندي تعليق صغير بس في البداية على النشيد اللي تقدم يعني. تفضل. فتعليقي كان إنه العلم ما بيمثل بلد، العلم هو رمز. الإنسان ما بيموت مشان علم، الإنسان بيموت مشان قيمة، مشان وطن، مشان وطن يحترم حقوقه. طبعا ما بيهمني العلم شو لونه قد ما بيهمني هالوطن اللي العلم هذا بيحترمني ولا ما بيحترمني. بالتالي عندي تعليق على موضوع النشيد، وهذا شيء نحن لاحظناه بالدستور، انه العلم هو مسألة اتفاقية، لكن القيمة هي الإنسان الموجود بهالوطن. هل هو محترم بغض النظر علمه شو ما كان لونه وشو ما كان شكله وشو ما كان يحتوي؟ الأساس هو احترام الإنسان واحترام حقوق الإنسان أكثر ما احترام العلم. فأنا ما مستعد موت مشان علم، بس مستعد موت مشان وطن بيحترم حقوقي. نحن نحترم رأيك أستاذ أنور، أهلا وسهلا فيك. العلم هو والنشيد أي رقيب هو بداية بيف تي في. مع كل لقاء نحن بنقدمه نحن بنرحب فيك. بس أنا عندي تعليقي بس كان على النشيد. أهلا وسهلا فيك. هذا هو السيستم تبع البيف تي في. بداية اللقاء نحن بنقدم ضيوفنا تحت هالعلم وهالأي رقيب، وبعدين نحن موضوعنا عن دستور سوريا الجديد. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية، وبنحترم رأيك. نحن
أستاذ أنور، بداية إلى أين وصل الوضع السوري برأيكم؟ يعني الوضع السوري هو مع الآن ما أنه عم يمشي من فترة، ربما عدة سنوات هو واقف، يعني للأسف الشديد واقف مع استمرار نزيف الشعب السوري، نزيف الدم ونزيف المعاناة ونزيف الفقر أساسا، الوضع الصعب المعيشي استمرار، هذا مستمر لكن ومتقدم، عم يتوسع أكثر وأكثر للأسف الشديد. لكن الوضع السياسي والوضع باتجاه حلول هو على الآن من فترة لا بأس فيها يعني. لقد أنجزت دستورا في سوريا في مرحلة ما قبل الثورة، ماذا عنه؟ يعني نحن بال 2005 أصدرنا مشروع دستور جديد لسوريا كان وقتها. طبعا هذا المشروع كان بناء أنه كنا بسوريا نحن أولا، وثانيا بناء على كانت خبرتنا البسيطة كانت في موضوع الدساتير بالعالم، وخبرتنا بالعالم وكيف تطبيق القوانين بالعالم. وبالتالي كانت هي بسيطة، أنا باعتباري كانت كثير بسيطة تجاه الشيء اللي موجود بالعالم من دساتير وآليات تطبيق الدساتير وحماية الدساتير وفرض تطبيق المواد الدستورية على القوانين الأخرى. وبالتالي هون طورنا الفكرة بناء على الخبرة اللي اكتسبناها هون نحن أنا وفريق العمل بالمركز. بناء على الخبرة اللي اكتسبناها سوينا حوالي 10 أو 12 ورشة حول الثقافة الدستورية، شاركوا فيها شباب وصبايا وأشخاص من كل سوريا، من كل الأطياف، من كل القوميات. تبادلنا الأفكار، تبادلنا الرؤى، وصلنا لنقاشات طويلة خلال هالورشات. كل ورشة كانت 4 أيام عم نتطرق فيها لكل مفاصل الدستور حقيقة، بالإضافة لمقارنات مع دول أخرى كثيرة عديدة يعني أوروبية وعربية، كيف طبقت هالدساتير عندهم وشو الفشل اللي صار وشو النجاحات اللي صارت وين كانت أفضل تجربة بأي منطقة أو بأي مفصل بالدستور، وين كانت تجربة جيدة وين كانت تجربة اللي فشلت أو بالأحرى ما أثبتت أنه ناجحة. وصلنا بالآخر لأنه سوينا المشروع الأخير يلي هو بعتبر أنه نتيجة كل هالأفكار اللي تم تداولها. هل نسختك الدستورية نهايته مفتوحة؟ كيف يعني مفتوحة؟ الجديدة هل نهايته مفتوحة أم ماذا؟ أم هناك تعديلات وتغييرات أخرى عليه؟ هلا نحن حسب النقاشات اللي صارت في الورشات وصلنا لهذه النتيجة. طبعا النقاش اللي هون ممكن يصير والتعليقات اللي بتجي من اللي وزعناها على اللي شاركوا بالورشات كلهم، واجتنا تعليقات وكلها محل احترام، ممكن يتعدل اي شيء. طبعا لا، ما أنا نسخة نهائية، هي هذا مشروع ومفتوح لكل التعديلات لكل الآراء اللي بيتطور يعني. طبعا أستاذ أنور، كحقوقيين كان لكم موقف قبل الثورة وحتى الآن، كيف تنظر إلى هذه المهمة؟ يعني نحن هدفنا الإنسان، يعني هون الفرق نفترق فيه مع الأحزاب السياسية، أصحاب الأفكار الأيديولوجية أو القومية. يعني نفترق إنه نحن ننظر القيمة الأعلى هي الإنسان. أنا بال 2005 2004 كان عندي لقاء وكنا عم نحكي إنه الأفكار هي بتجي من أجل مصلحة الإنسان. يعني كل فكرة بما فيها الدين بيجي بيقترح أو بيطرح أفكاره ليحسن حياة الإنسان، وضع الإنسان. وبالتالي وقت بيفشل أو بيروح وقته للأسف بتضل الناس مطالبة تموت من أجل الفكرة، حتى لو إنه الفكرة هي ما عادت تخدم الإنسان. نحن رأينا أنه لازم الأفكار تموت من أجل الإنسان وليس الإنسان يموت من أجل الأفكار. وبالتالي وقت فكرة تفشل أنه تخدم الإنسان لازم هي تموت وتجي فكرة جديدة تخدم الإنسان. مو لازم الإنسان يضل يموت مشان فكرة حتى لو هي ماتت حقيقة. وهذا بينطبق على الأيديولوجيات وعلى القوميات وعلى كل الأفكار المعدة والجامدة والمقدسة، يعني على كل شيء مقدس هذا بينطبق.
الفكرة لازم تموت من أجل الإنسان، وليس الإنسان لازم يموت من أجل الفكرة. طبعا أستاذ أنور، بما أنك ذكرت القوميات، كصديق للشعب الكردي، حاليا ما يجري في عفرين من نهب الأموال والاعتداء على النساء، كيف تنظر إليه؟ يعني جرائم بسوريا عم ترتكب بكل المناطق، عم ترتكب بعفرين، عم ترتكب عند النظام، عم ترتكب بمناطق الكردية، مناطق الوحدات اللي مسيطر عليها القوات الكردية، وحدات حماية الشعب أو حماية المرأة، الجيش الوطني أو التنظيمات المتطرفة الأخرى. عند النظام طبعا كله عم يرتكب جرائم، وبالتالي كلها هي جرائم هي لازم يتحاسب المجرمين اللي عم يرتكبوها. فهي مثل اي منطقه بسوريا عم ترتكب نفس الجرائم فيها، ان كان جرائم حرب او بعض الاحيان جرائم ضد الانسانيه. لكن نحن نرى انه في عفرين اكثر ضررا، انه هناك احتلال من دوله اخرى للمنطقه. يعني سوريا محتله من دول، امريكا محتله القسم الشرقي، وتركيا محتله القسم الغربي، وايران وروسيا محتلين منطقه النظام، وبالتالي كل سوريا محتله من قبل دول اخرى. ما فينك تقولي هاي المنطقه محتله وهي المنطقه ما محتله. ايران وروسيا محتلين، وتركيا محتله، والتحالف الدولي محتل، وبالتالي كله دول محتله جزء من سوريا، وكل شيء عم يقاتل بسوريا الان عم يقاتل من اجل مصالح دول. ما في حدا بسوريا الان حامل سلاح عم يطلق رصاصه من اجل سوريا، كله عم يطلق رصاص من اجل دول، اما من اجل تركيا او من اجل امريكا او من اجل ايران او من اجل روسيا او من اجل الخليج. اكيد اما الاحتلال في المناطق الكرديه احتلال مضاعف، هو مثل ما نرى بالاحداث الاخيره في كاخرة، نحن شفنا وكثير من الاحداث. اكيد في مجازر صارت بعموده سواها، في مجازر سواها بي واي دي بعموده، وفي اعتقالات، في قتل تحت التعذيب هون وهون وهون. كل الجرائم اللي بترتكب بكل مناطق سوريا للاسف ما في جهه عم تحاسب، ما في مرجعيه تقدر تحاسب المجرمين، وبالتالي نحن دورنا ندين الجرائم وقت بتصير، عم تدان الجرائم وقت عم تصير وين ما كانت، لكن للاسف ما في جهه تحاسب، ما في مين عم يجي يقول لهدول المجرمين وقفوا ولازم تحاكموا على هالجرائم اللي ارتكبتوها. اكيد استاذ. تركيا لا تظلم اهالي ادلب كما تظلم اهل عفرين، لا تقيم مستوطنات على اراضيها، امريكا لا تفرض لغتها. اكيد يعني نحن بنشوف المجازر والاجرام اللي بحق الشعب الكردي هو مضاعف بالنسبه معك بهالقصه. تركيا عم تقتل من السوريين، عم تقتلهم بتركيا وعم تقتلهم بسوريا وعم تبعتهم تقتلهم على الحدود كذلك. ما عم نقارن كميه الجرائم وحجم الجرائم بين هون وهون، اما في جريمه او ما في جريمه، اما في مرتكب ومجرم، اما ما في مرتكب ومجرم، وبالتالي بكل المناطق في جرائم وفي ضحايا وفي مرتكبين. هلا هون ممكن تكون اكثر، بقول عند النظام اكثر عدد ممكن من الاجرام واكثر عدد ممكن من الضحايا، وبالتالي اكبر مجرم بسوريا هو النظام. فما لنا جايين نقارن وين في اكثر جريمه وين في اقل جريمه، هدول الضحايا عم يعانوا اكثر ولا هدول الضحايا عم يعانوا اقل. يا جريمه يا مو جريمه، يا مجرم يا مو مجرم، هون النقاش بصير يعني. اما بدنا نناقش انه هون الضحايا مضاعف معاناتهم، الناس اللي عند النظام اكثر شيء مضاعف، تربل مضاعف معاناتهم مضاعفه. ماني عم خفف من قيمه اي ضحيه معاناتها، ما نخفف من قيمه معاناه الضحيه شو ما كانت قليله او كبيره. الضحيه ضحيه عم تعاني وين ما كانت فهو ضحيه، وفي مجرم عم يرتكب جرائم فهو مجرم لازم يتحاسب. اسمح لي، مقارنتك ليس في محلها، انا احترم رايك. طيب استاذ، اما آن الاوان لمحاسبه العمشات ومجرمي الفصائل ان يقدموا للمحاكم الدوليه؟ محاسبة المجرمين كلهم لازم يتقدموا للمحاكم الدولية، وعم نسعى قدر الإمكان إنه وقت بيكون في حدا من هدول المجرمين بأوروبا عم نسعى بكل إمكانيتنا لنحاسبهم، كان من العمشات وإن كان من الحمزات وإن كان من الجيش الوطني وإن كان من البي كي كي وإن كان من البوايدي وإن كان من عند النظام وإن كان من عند روسيا وإن كان أفغاني ولا إيراني. وقت عم نقدر نأمن إمكانية محاكمة أي مجرم من هدول المجرمين ما راح نقصر أكيد. طبعا في سؤال: هل في الدستور الجديد فقرة خاصة بالقومية الثانية في البلاد الكرد؟
تضمن لهم حقوقه الثقافية والسياسية ضمن منطقته. هذه في مادة بتضمن لكل قومية تقدر تمارس ثقافتها وتساوي جامعاتها وتحكي لغتها وتعلم أولادها باللغة وتعلمهم حتى بالجامعة. في مادة بتحفظ لكل القوميات ذلك. وسؤال ثاني من قناة تيك تي في من كادرنا، كل الشكر للأستاذ عبد الباقي الحسيني في الكنترول رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. هل في الدستور الجديد فقرة خاصة بالقومية الثانية في البلاد الكرد تضمن لها حقوقه الثقافية والسياسية ضمن منطقته؟ بظن هاي نفس السؤال. يعني نحن بالدستور مقسم سوريا، اعتمدنا موضوع الفدرالية واعتمدنا تقسيم سوريا لست مناطق فدرالية تتضمن الشمال الشرقي والشمال الغربي، تتضمن الساحل والمنطقة الوسطى ودمشق والمنطقة الجنوبية، وبالتالي تضمن لكل منطقة أنه تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية، حكومة أو برلمان أو إدارة تقدر تدير أمورها بشكل ضمن وحدة البلاد كلها. طبعا أستاذ أنور، يقال حالات لجوء المجرمين حتى الدواعش إلى أوروبا كثيرة، ما السبب في عدم معرفة هؤلاء وتقديمهم للعدالة؟ أي حدا عم يوصل لأوروبا وفي أدلة عليه أنه كان دواعش ولا مرتكب أي جريمة، نحن جاهزين نتقبل أي أدلة، شهود، نحتاج لشهود على الجرائم. لا تكفي معلومات والله أنه هذا والله كان عم يقاتل بهالمناطق أو عم يقاتل بهالمناطق. القتال، الحرب فيها قتال، وبالتالي هذه المسألة مشروعة بالقانون الدولي، انك تكون مقاتل وتقاتل مسألة مشروعة بالقانون الدولي، ما في عليه، ما أنا جريمة، بغض النظر عن الجهة اللي عم تقاتل جنبها، انت بتعتبرها مصيبة، بتعتبرها مخطئة، هذا ما له مجال للمحاكمة. الجريمة والملاحقة بتصير وقت انت كمسلح تقتل واحد مدني قصدا وبدون ما يكون في داعي لمعركة عسكرية انه يصاب المدنيين فيها. وقت ترتكب جريمة اغتصاب، وقت ترتكب جريمة تعذيب، إخفاء قسري، وقتها بتصير في إمكانية لمحاكمتك على هالجريمة، وبالتالي محتاج لأدلة، محتاج لشهود أو ضحايا يأكدوا أنه هذا الشخص ارتكب هذه الجريمة في هذا المكان في هذا الزمان لحتى نقدر نلاحقه. وأكيد أي معلومة من هالنوع نحن بنرحب فيها، أنه حدا يتواصل معنا شاهد أو ضحية أو عنده أدلة فيديوهات أو صور على ارتكاب جرائم، فنحن بنرحب واكيد ما بنقصر، ولا البوليس باوروبا بيقصر بملاحقه هيك المجرمين. استاذ انور، في مرحله النظام كانت المنظمات الحقوقيه مهمشه، والان ايضا هي مهمشه حتى في اوروبا، لماذا لا تنسقون في المنابر الدوليه مع المنظمات المعروفه؟ عم ننسق، يعني نحن ما لنا مهمشين، يعني اذا قصده على العمليه السياسيه فنحن بعاد عن العمليه السياسيه. السؤال يعني اذا كان هيك القصد. طبعا هناك من حول هذه المنظمات الى دكاكين تجاريه وموظفين ومكاتب علاقات عامه ورواتب، بما تعلق على هذا الكلام؟ هلا هي المساله بتصير وين ما كان يعني، بس هذا لا يعني انه كل المنظمات هي هيك. في منظمات عم تشتغل شغل رائع وهائل على صعيد المناصره وعلى صعيد فضح الجرائم اللي عم تصير، وفي البعض ما عم يقوم بهالدور، وهذا طبيعي موجود وين ما كان. يعني في هيك مسألة موجودة بكل العالم مو بس بسوريا يعني، وبالتالي في طبعا في هيك شيء، لكن هذا ليس الغالبية. غالبية المنظمات عم تقوم بدور جيد جدا على صعيد التوثيق، خاصة على صعيد المناصرة، على صعيد الملاحقة والمحاكمة، وبالتالي في كثير منظمات عم تقوم بهالدور. لا، اما مهمشين اذا بتحكي عن قصه سياسيه فنحن على الاقل في قسم من منظمات سوريا دخل بغرفه المجتمع المدني بجنيف وعم يلعب دور. المنظمات الكرديه مهمشه يعني وجودها اكيد، يعني نحن بنشوف بالاغلب الاهتمام بالمنظمات العربيه اكثر اسوه بالمنظمات الكرديه. هلا هذا له علاقه بالنشاط المنظمه، ما له علاقه بانه في حدا مهتم بحدا اكثر. يعني المنظمات هي عملها بيجلب الاهتمام، هي شغلها ونشاطها بيجلب الاهتمام.
اكثر ما يكون المنظمات الكرديه على ارض الواقع نحن بنشوف نشاطها، يعني نشاط في لها انشطه كثيره، ونحن بنشوف على ارض الواقع انشطتها سواء المنظمات الحقوقيه ولا منظمات المجتمع المدني. بس نحن عم بنشوف الكرد هي بعيده كل البعد عن غرف المجتمع المدني. يعني مثل ما قلت لك هي مساله ما في، انا ما بتصور، انا بعيده عن هالقصه نحن كمركز، لكن ما بتصور هالقصه مقصوده. يعني في مين بده يفوت، في مين بده يبذل جهد، في مين بده يتواصل، في مين بده يوصل صوته، وبالتالي هي آلية للتواصل. يعني أنا بتصور في تقصير من المنظمات الكردية بهالاتجاه أكثر ما يكون في تجاهل، حتى لو كان في البعض بيتجاهل، لكن هذا لا يعني إنه هن أصحابين قرار أو بيقدروا إذا تجاهلوا حدا يقصوه. يعني ما في إمكانية إقصاء بأوروبا، يعني لا بالمنظمات الأوروبية ولا بالمنظمات الدولية، ما حدا قادر يقصي حدا أو عنده رغبة يقصي حدا. لكن في نقص بالجهد، ممكن يكون في نقص بالجهد، ممكن يكون في نقص بآليات التواصل مع المجتمع الدولي، ممكن يكون هيك. يعني ما بعرف، الأمر متعلق بالعلاقات. لدينا كوادر حقوقية مهمة ذات تجارب. طبعا حتى الأوروبيون يقصون في إقصاء المنظمات الكردية والحقوقية، مع أنه المنظمات تلعب دورها على أرض الواقع إذا شلنا بسوريا أو بأوروبا، بس هي مهمشة. يعني ما مثل ما قلت لك، ما بتصور في قرار تهميش، بس في نقص بالجهود اللي عم تنبذل بهالاتجاه. هي تصور يعني. طيب لماذا لا يوجد اتحادات ومنظمات سورية كردية وعربية وسريانية وإلى آخره؟ يعني شو بده يسأل المنظمة؟ هدف، كل منظمة عندها هدف، وبالتالي هي عم تشتغل نحو هدفها. في منظمة سريانية عم تشتغل نحو هدف نشر الثقافة السريانية، في منظمة كردية عم هدفها تساوي هالقصة. ليش بدي وحدهم مع بعضهم؟ يعني كل واحد عنده هدف مستقل، وهذا مشروع وهذا ضروري. تشبيك يعني في تواصل مع الكل، بس مفروض يكون في تواصل مع الكل. يعني نحن ما بنقصر بالتواصل مع حدا. مثل ما قلت لك، يعني ممكن يكون تقصير من المنظمات الكرديه اللي هي ما عم تنوجد بالاماكن اللي مطلوب فيها تكون موجوده، او تقوم بالنشاط المفروض فيها تكون عم تقوم بهالنشاط. بس ما بتصور في اي، ما حدا بيقدر يقصي حدا. يعني نحن كمركز اثبتنا وجودنا بعملنا، ما حدا اجى دعانا وقال لنا تعالوا ساووا هالقصه ولا ما تساووا هالقصه. العمل هو اللي بيوجه الانظار اليك اكثر ما يكون في والله حدا بده يهمشك. في كثير ناس ممكن عندها رغبه، حتى سياسيين بدهم يهمشونا، لانه في سياسيين ما لهم مصلحه بالمحاسبه الان، وبالتالي كثير حاربوا ليهمشونا ويعتبروا شغلنا ما له قيمه. يعني لكن هذا الحكي ما اثر علينا، وضلينا مستمرين وضلينا عم نثبت وجودنا قدام العالم. ما بيقدر حدا يهمش حدا او يقصي حدا اذا عم يبذل جهد صح بالمكان الصح. أكيد أستاذ أنور، أنت لك علاقات مع المنظمات الحقوقية الكردية أكيد. يعني إذا حتى ولو كان عن طريقك أنك توصل هالمنظمات وتعملوا تشبيك وتوصلوا لمراكز القرار وللمنظمات الدولية. يعني نحن كمركز ما بنشتغل مناصرة، ما بنروح على الأمم المتحدة، ولا بروح على مجلس حقوق الإنسان، ولا بروح على مكان محدد. أنا ما عندي هالقصة، ما عندي هالهاجس، ولا بساويها. يعني لأنه أنا عندي شغل ثاني، ملاحقة المجرمين. في منظمات خاصة بالمناصرة، هي بتروح على الأمم المتحدة، بتروح على مجلس حقوق الإنسان. ما شفت أنا منظمة كردية سجلت بمجلس حقوق الإنسان. ليش؟ لما تاخذ صفة استشارية، هذا نقص بالجهد، لأنه هذا بس يصير عندك شروط محددة. فينك تروح تصيري عضو بالمجلس الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، وبالتالي فينك تساوي إيفنتات، فينك تساوي بمجلس حقوق الإنسان. هي كثير منظمات تبذل جهد بتروح تصير عضو بالمجلس الاستشاري. فليش ما المنظمات الكردية بتقوم بهالدور وبتبذل جهد لتوصل لتصير بالمجلس الاستشاري وتقدر توصل مراكز صنع القرار، او على الاقل طيب استاذ انور، لماذا لا يوجد تجمع حقوقي عام شامل للسوريين؟ ليش بده يكون في؟ يعني نحن من دائما بنقول لازم يتوحدوا السوريين. يا اختي انا مختلف مع الاخرين وبدي اختلف معهم، والاختلاف طبيعه،
ما لازم نتوحد نحن، ما بيتوحد الشعب. مين في باوروبا موحد؟ الشعب الالماني موحد، الشعب الفرنسي موحد، الشعب البريطاني موحد، ما في شعوب موحده بالعالم. ليش بدي وحد الناس غصبا قصرا يعني؟ بس الدكتاتوريات اللي بتوحد الناس. الناس مختلفة ولازم تكون مختلفة، وأنا بدي أكون مختلف معك وبدي أكون مختلف مع الآخرين، وحقك تكوني مختلفة معي، ولازم نختلف. لازم نختلف، لأنه الاختلاف هو الحياة، هو اللي بيعطي الأفكار الجديدة، هو اللي بيطور المجتمع. وبالتالي ما بدنا نتوحد يا أخي، بدنا نمشي كل واحد ينجز عمله بشكل جيد بمجاله. هذا بيوصلنا كلياتنا للأفضل. بس ما بدنا، ليش بدنا توحدوا الناس غصب عنهم؟ تعالوا توحدوا. مختلفين. في منظمات عندها ايديولوجيه اسلاميه، في منظمات عندها ايديولوجيه قوميه، في منظمات عندها ايديولوجيه ماركسيه. ليش بدي اتوحد معهم؟ انا ايديولوجيتي، انا افكاري مختلفه، بس هن بيشتغلوا بيساووا مناصره لقضيه الشعب السوري، وهدول بيشتغلوا بيساووا مناصره لقضيه الشعب السوري، وهذا كله بيعطي دعم لقضيه الشعب السوري بالاخر. بس ما ضروري نتوحد. أستاذ أنور، أتصور التمييز تجاه الآخر هو السبب. لنترك الموضوع، نحن في حالة الثورة. كيف لا نتوحد، خاصة النخب، خاصة الطليعة، لجميعهم رسالة واحدة. نرجع لأصل التوحد. التوحد. ما بدنا نتوحد، كلنا مشتركين بالأهداف، شعب بنفس مختلف. الأهداف، نفس الأهداف تجمعنا يا أستاذ أنور. هذا مو كل اتحاد في تشبيك، في هذا كثير مشروع طرق الدستور. للتطور. هذا مشروع الدستور هو لكل من يؤمن بأنه سوريا لأبناء سوريا المواطنة، حقوق للجميع. ممكن الشعوب ما بتتوحد، الدستور هو بدير الاختلافات بشكل سلمي بين المجتمع، وهذا نحن اللي حاولنا نسويه بالدستور. انه ما مطلوب الشعوب تتوحد، مطلوب قواعد قانونيه تدير الاختلاف، يكون هالاختلاف بشكل سلمي. انا مختلف معك مو يعني بدي اقتلك، انت مختلف معي مو يعني بدك تمحيني. هذا بنتفق عليه، انه في قواعد تدير الاختلاف معنا بيناتنا بشكل سلمي. في ناس سوريين بدهم الشريعه الاسلاميه، في ناس سوريين بدهم قوميه عربيه، في ناس سوريين بدهم قوميه كرديه، في ناس سوريين بدهم الماركسيه. هذا حق طبيعي، لكن هذا لا يعني انه انت اذا بدك تكون اسلامي لازم كل البلد تصير اسلاميه، لا يعني انه تكون عربي كل البلد تكون عربيه، لا يعني انه انت كردي لازم كل العالم تكون كرديه، وهكذا. انت عندك افكارك محترمه، في انتخابات بالبلد، وقت بتصير في اغلبيه بالبرلمان بتدير البلد لفتره الانتخابيه اللي انت بتنجح عليها. تفشل بالانتخابات، في غيرك بده ينجح وبيدير البلد بالطريقه تبعه. هي قصه الديمقراطيه. اما ما بدنا نتوحد، مختلفين بدنا نبقى مختلفين، ما ممكن اروح اتوحد مع حدا انا ثاني افكاره مختلفه عن افكاري. طيب أستاذ أنور، نرجع على الدستور. الدستور جريء من ناحية أن تكون سوريا الجمهورية السورية. من يقف ضد هذا المصطلح؟ كلمة العربية لم تكن موجودة في أصل التسمية الأولى. كان اسمها المملكة السورية سابقا، وكان أكيد. اسمها الجمهورية السورية بدستور 1950، وهي ما صارت جمهورية عربية غير على أيام عبد الناصر، وقت الجمهورية العربية المتحدة، وبعدين الدستور 1970 71. وبالتالي هي اسمها الجمهورية السورية. وهذا ما بيعيب انه والله هي ما في اغلبيه عربيه، بس مو كل السوريين عرب، وبالتالي ما بيحق لفئه قد ما كانت اغلبيه انه تفرض نفسها على الاخرين. وهذا المساله، انت اي اغلبيه كانت تثبت وجودها بالبرلمان، تثبت وجودها، تاخذ اغلبيه برلمانيه تقدر تساوي قوانين تناسبها. ووقت اللي بتفقد الاغلبيه بتجي اغلبيه ثانيه بتلغي هالقوانين وتساوي قوانين جديده. وبالتالي اللعبه الديمقراطيه هي بالانتخابات وليس بالدستور. الدستور هو بيسمح باللعبه الديمقراطيه، بيرسخ وبيأكد اللعبه الديمقراطيه، بس هو ما بيعطي افضليه لحدا مسبقه، يعطي دغري ادفانج. انت دغري عربي، الجمهوريه عربيه، هي اعطيتي ادفانس لاغلبيه. انت دغري اسلامي، هي اعطيتي ادفانس لاغلبيه. بغض النظر بالبرلمان انتم اغلبيه عرب، فينكم تاخذوا اغلبيه بالبرلمان وتساووا قوانين على كيفكم بشكل ما تنتهكوا حقوق الاخرين.
وهاي اللعبة الديمقراطية بكل البلدان العالمية اللي أثبتت جدواها واللي أثبتت نجاحها واللي أعطت قوة للبلدان وتقدم. بينما الدول اللي حافظت على التراث القديم تبعها ظلت متخلفة وظل شعوبها عم تعاني القهر والفقر والديكتاتوريات حتى الآن، وفي عندنا نماذج كثيرة بالعالم من هالنوع. أستاذ أنور، إذا جينا على الدستور الجديد، هناك عدم رضا عليه من قبل المعارضة التركية، وإن بشكل معلن وإلا فلم يتبناه أحد. المسألة ما مسألة تبني، ماني ما حطينا لنفرض انه حدا يتبناه بهالطريقة. هي التبني بصير بعد نقاش، بعد قناعة انه انا ما بدي اخذ الاغلب، ما بدي اخذ حقوق الاخرين. كل حدا بيحكي عن الديمقراطية وعن احترام حقوق الإنسان بيكذب إذا بده يقول والله أنا بدي دستور يرسخ لي أغلبيتي من هلأ بشكل نهائي، وبالتالي بيكون هو عم يكذب على حاله قبل ما عم يكذب على الآخرين. الدستور هو لا يعطي المساحة للجميع، ما يعطي أدفانش أو يعطي مقدما حقوق مسبقة يعطيها لأي أغلبية كانت. هو واجبه أو المطلوب من الدستور يحمي الإنسان مين ما كان هالإنسان، بغض النظر عن دينه، عن قوميته، عن موقفه السياسي، عن جنسه. وبالتالي هذا واجب الدستور، يحمي الجميع. أما أنت كأغلبية برلمانية بالانتخابات حقك تأخذ أغلبية برلمانية وحقك تساوي قوانين بموجب هالأغلبية البرلمانية. ومشان هيك وضعنا كمان حتى هالأغلبية البرلمانية ما تعتدي بقوانينها على حقوق الأقليات، شو ما كانت الأقليات وشو ما كانت الأغلبيات. كان في خيار مجلس الشيوخ يلي هو بتشكل من كل القوميات والإثنيات والأديان والطوائف الموجودة بسوريا، وهي متنوعة وغنية جدا، لحتى ما ينسمح بقانون ينتهك حق أي حدا قد ما كان أقلية موجودة بسوريا. هون في تعليق من طيف تي في: هل أرسلتم نسخة من الدستور الجديد إلى المبعوث الدولي غير بيترسون للاطلاع؟ ما بعتنا، نحن هلا عم بمرحلة انه ناخذ الآراء ونشوف شو التعليقات لنوصل لأفضل نسخة. لكن ممكن رح ترجمناه للإنجليزي، وممكن بالمرحلة اللاحقة بعد ما نوصل من النقاشات رح نساوي ويبينار كبير يكونوا فيه كل شيء شاركوا بالورشات، ورح نطرح كل تعليقاتهم وكل ملاحظاتهم ونناقش، وأي تعديلات بتصير بعدين ممكن نعدل الترجمة ونبعته بعدين لكل الجهات الدولية اللي مهتمة بالوضع السوري. طيب أستاذ أنور، هلا الدستور، مشروع الدستور السوري الجديد، هل هي نتاج شغل فردي أم جماعي؟ لا في شغل جماعي. قلت لك يعني نحن ساوينا يعني أكثر من 220 شاب وصبية وشخص ورجل وامرأة شاركوا معنا بالورشات الدستورية. هي صار في نقاشات كبيرة، مجموعات عمل ناقشت مواد الدستور، ناقشت المقارنات مع دول أخرى، لوصلنا للصيغة هي النهائية، يعني النهائية أو آخر صيغة بالنسبة لنا. آخر صيغة، ما بدي أقول نهائية لأنه ممكن يصير في تعديلات لاحقة، يعني حسب الملاحظات وحسب النقاشات اللي بتصير باللقاءات. علاقتكم مع المعارضين الكرد مميزة وتتميز بعلاقة جيدة. كان هناك تضامن كبير معكم في فترة السجن. المنظمات الكردية الحقوقية يعني نحن رجعنا عليه، يعني شلون عم بتشوفون؟ كيف تنظر إليها؟ يعني بذلوا المنظمات الكردية بذلت جهد كتير كبير بالتوثيق، وبذلت جهد كتير كبير بالعمل على صعيد الوضع الكردي. لكن مثل ما قلتي ممكن يكون في تقصير بالتواصل مع الآخرين، مع المنظمات الدولية، ممكن يكون عندهم مشكلة أو بالأحرى نقص بطرق التعامل المناصرة مع المجتمع الدولي. بتمنى أنه يقدروا يتجاوزوه. ودائما المنظمات الكردية هن اشتغلوا
خاصة منظمات حقوق الإنسان طبعا يعني اشتغلوا شغل كتير كبير ومهم بتوثيق الجرائم والانتهاكات. في هون سؤال من أخ من المشاهدين، بابي إدريس، أبو إدريس هو بالعربي. ما هي هوية الدولة في الدستور الجديد؟ هوية الدولة هوية سورية، هوية سورية، هوية المواطن السوري، هي هوية الدولة. هي هوية الإنسان السوري اللي موجود بسوريا وبيتمتع بالمواطنة بهالمنطقة الجغرافية، وبالتالي هي الهوية تبعها. نحن ما حدا يعني، حتى اللغة دائما بتصير في مشكلة إنه اللغة هي وسيلة تواصل وليست هوية. اللغة هي وسيلة تواصل بين البشر أكثر ما تكون هوية بتعبر عن تاريخ ثقافي ولا غيره. سوريا مرت عليها لغات كثيرة. أول لغة بالعالم هي الأوغرتية، كانت هي اللغة السورية، وبالتالي اللغة هي وسيلة للتواصل مع الآخرين. فهي هوية سوريا هي هوية الإنسان، هي الأساسي، هوية الإنسان العايش بهالمنطقة الجغرافية اللي اسمها سوريا، اللي تاريخها أكثر من 7000 سنة. شكرا أستاذ أنور. هل كلمتكم مسموعة دوليا؟ ما حدا في شيء اسمه كلمته مسموعة دوليا يعني. بنبذل جهد نحن نوصل نقول دوليا انه هن بيقرروا مصيرنا، لازم ما بنبتعد من اي شيء. يعني نحن بنبذل جهدنا على مسألة المحاسبة أكثر ما بنبذل جهد على مسألة الحلول السياسية، إنه القرار السياسي وين يروح. يعني عندي أنا وجهة نظر، هذا موضوع ثاني، لكن نحن كمنظمة عملنا بينحصر على موضوع محاسبة المجرمين، وعملنا بالمناصرة بينحصر على التزام العالم إنه بالعدالة، وما يسمحوا للمجرمين يكونوا جزء من مستقبلنا بسوريا ولا يشاركونا مستقبلنا بسوريا. وبالتالي عملنا هون بينصب. أما موضوع القرار السياسي ما حدا كلمته مسموعة. العالم دول مصالح، الدول ليست يعني جمعيات تجي تحبك وتقول لك ايه والله اعطيك اللي بدك اياه. في مصالح دوليه، في عندهم مصالح اقتصاديه، في مصالح سياسيه، في مصالح ثقافيه، وبالتالي ما بده يفهم لعبه المصالح الدوليه بيروح بين الرجلين فرط. ما حدا بيهتم بالعداله اذا ما اثبتت له انه العداله بسوريا هي لمصلحتهم ولمصلحه مجتمعاتهم، وبالتالي والا ما بيهتموا. ليش بده يهتموا بمجرم بسوريا عم يرتكب جريمه قتل بني ادم؟ شو بتهمهم هي القصه اذا ما اثبتت له انه هالمجرم اذا ما تعاقب هذا بده ياثر على مستقبلكم على مجتمعكم. هون وقتها بصير بيهتم انه انا ايه شو بده يصيبني؟ بده يصيبك انه بده يجيك مليون لاجئ، بده يصيبك انه بده يجيك مجرمين هربانين، بده يصيبك انه في نظام عم يبتزك بالارهاب، يبعث لك مخدرات، يبعث لك مجرمين مشان ترجع تدعمه. وبالتالي وقت ما بتثبتي له انه هو مصلحته هون ما بيهتم فيكي. هي اللعبه الدوليه هي اعقد من انه نجي نقول والله إيه رحت انا وحبوني وسمعوني منيح. إيه سمعوك منيح، طلع دخل من هون طلع من هون. اذا ما كان من مصلحتهم فما راح يساوي شيء يعني. في هون سؤال من بيف تي في. كلمة المواطنة كلمة فضفاضة، ما الضمان أن تحفظ حقوق الناس ضمن هذا المفهوم؟ الضمان هو الدستور مو بس المواد الدستورية، المواد اللي تلزم بتطبيق الدستور. في اللي أرى المشروع الدستور في آليات حماية هي موجودة، الهيئات اللي لازم تتشكل، ومنها أحدها هيئة منع التمييز، وهيئة حقوق إنسان، وهيئة للانتخابات، وهيئة للأحزاب. وبالتالي هدول الهيئات هن ضمانة أنه تحترم الحقوق، بالإضافة لموضوع مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة أنه الدستور ما بيعطي أفضلية لأي طرف من سوريا على آخر، بيعتمد بس الإنسان
واول ماده بالدستور نحن اخذناها من الدستور الالماني، حقيقه هو سباق بهالموضوع. اول ماده انه كرامه الانسان لا تمس، وبالتالي الانسان هو هدف الدستور قبل ما يكون هدفه لا قومي ولا ديني ولا طائفي او ايديولوجي. طبعا نشكر المتابعين معنا وتعليقاتهم. في أسئلة لأنهم رح نرجع باغيماني إذا هون نجم الدين غيدة يمكن تحياتي لكم. هل أعدادكم للدستور اعتمدتم على اللامركزية السياسية أو اللامركزية الإدارية؟ اعتمدنا الفدرالية. كل أقليم فدرالي 5 أقاليم فدرالية، كل أقليم فدرالي بحق له يساوي برلمان، بحق له يساوي إدارة أو حكومة، بحق له يساوي قوانين داخلية عنده بما لا يتعارض مع الدستور، لا يتعارض مع القوانين العامة، عنده صلاحيات ذاتية واسعة نوعا ما. واحتفظت السلطة المركزية بالمسائل الأساسية اللي لها علاقة بالسياسة الخارجية والدفاع وغيره. حتى الأقاليم بحق لها تساوي شرطة محلية لضبط الجرائم وضبط الأمن محليا، وبالتالي هي أوسع من مسألة الإدارة الموسعة. نشكر جميع المتابعين معنا وأسئلتهم. مصدق عاشور أهلا وسهلا فيك، بيسأل ما هو دور الدستور في بناء إنسان يعي حقوقه؟ هي المسألة اللي الدستور هو بيحافظ على حقوق الإنسان وبيحميها، لكن وعي الإنسان بحقوقه هي دور منظمات المجتمع المدني، لتوعيه بحقوقه وتوعيه إنه في قوانين ودستور يحمي له هالحقوق، هو الأهم. يعني دائما نحن من وعي الإنسان بحقوقه بتقول له الإنسان إنه أنت حقك تحكي، بيروح بيحكي بيعتقل. إلا للمرأة أنت حقك ما يضربك زوجك، تحتج على زوجها بتصير بالشارع بدون ما تأمني آليات حماية لهالشخص وقدك توعيه بحقوقه. وبالتالي وقت بيكون في قانون يحمي الشخص وقت يتمتع بحقوقه، هون وقتها هذا دور الدستور، إنه يحمي ممارسة الحقوق، مو بس الحقوق، بده يحمي ممارستها. صفي التوعية بالحقوق هي دور المجتمع المدني، دورنا أنا وأنت والسيد مصدق وكل شخص يوعي اللي حواليه بحقوقه، طالما انه في دستور بيحمي هالحقوق وبيحمي ممارستها. طبعا نرحب بجميع المشاهدين. هون بابي إدريس بيقول في له سؤال، بيقول ما هي هوية الدولة في الدستور الجديد؟ يمكن هذا السؤال مكرر، حكينا انه هوية الدولة يمكن ما بعرف، يمكن بس انا شفت هوية الانسان مرتين على الشاشة، يمكن نحن حكينا. هوية طبعا الدولة هي الانسان هو اكيد. طبعا نحن سررنا كثير معك استاذ انور. تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. كان هذا لقاء مميز ولقاء نحن استفدنا منك، وكل الشكر لك على مشروع الدستور السوري الجديد، ونتمنى لك النجاح بهذا الدستور وأن تقدم في كل ما هو خير للشعب السوري. كل الشكر لك وكل الشكر للمتابعين، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات طيف تي في. أعزائي المشاهدين، كل الشكر لكم ولمتابعتكم، وإلى اللقاء.